نادي نانت الفرنسي قرر معاقبة اللاعب المصري مصطفى محمد لأنه رفض يرتدي قميص دعم الشواذ، وقرر أنه يطبق عليه غرامة مالية تخصم من مكافئته ويتم التبرع بيها لإحدى جمعيات دعم الشواذ. في ناس بتقول لمصطفى ايه اللي عملته ده وما كانش ليه لازمة وكنت طاطي للموجة وعديها وانت عارف الدنيا كلها رايحة في الاتجاه ده. مصطفى محمد كسب بكل المقاييس. مصطفى محمد خرج كسبان على كل مقياس، في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا احترم نفسه، كسب احترامه لنفسه، احترامه لأسرته، احترامه قدام ولاده وأهله لو كان عنده ولاد، واحترامه قدام جمهوره. وفي الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث بيقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقينا مصطفى محمد خرج كسبان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ويبقى الكيل بالمكيالين وفضح أدعياء حرية الرأي والتعبير في الغرب اللي يقولك احنا بنقاتل من أجل الحرية والمساواة. الناس دي بتقاتل من أجل الاستبداد والظلم. بس كل التحية والتقدير لمصطفى محمد اللاعب المحترم اللي أثبت إنه قادر على إنه ياخد موقف ويدفع تمن هذا الموقف. مش سهل على فكرة إن حد يعمل كده، إنك تاخد الموقف وتكون قادر على دفع التمن. الشرف، في مقولة جميلة تقول لك: الشرف كل الشرف أن تقول دائما ما تعتقده وأن تفعل دائما ما تقول.